في واحدة من أقوى لحظات برنامج ذا فويس طلعت على مسرح متسابقة مصرية قدرت تخطف الأنظار من أول ثانية. ساندي رامي اسم يمكن ناس كتير ما كانتش تعرف قبل الحلقة إيه، لكن بعد الأداء ده بقى الحديث السوشيال ميديا. ساندي دخلت بثقة هادئة، مفيش مبالغة ولا استعراض، لكن أول ما بدأت تغني الصوت كان صدمة، خامة صوتية نقية، إحساس عالي وسيطرة كاملة على كل نغمة، كأنها فنانة كبيرة مش متسابقة في بداية طريقها. لكن لجنة التحكيم كانت في حالة تركيز شديد، وكل كرسي مستني اللحظة المناسبة علشان يلف. لكن اللي ما استحملش كان أكثر منهم الشامي، لما سمع الطبقة العالية والإحساس الصادق ضغط الزر ولف وهو مبهور، وابتسامة الإعجاب كانت واضحة جدا على وشه. ومش بس كده، ساندي كملت الأداء بنفس القوة من غير ما تهتز، وكل ما الأغنية كانت بتعلى هي كمان كانت بتثبت إنها مش مجرد صوت حلو، ده موهبة متكاملة. وبعد ما خلصت المسرح كله انفجر بالتصفيق، والجمهور وقف لها احترام، ولحظة فعلا كانت تستحقها. الشامي بدأ كلامه بإعجاب واضح، وقال لها صوتك فيه إحساس نادر، وإنها عندها قدرة توصل المشاعر بسهولة لأي حد يسمعها، وده بالضبط اللي خلاه يختارها من غير تردد. ساندي من ناحيتها كانت فرحتها لا توصف، ودموعها نزلت من شدة التأثر، لأنها عارفة إن اللحظة دي ممكن تكون بداية حلم كبير. والجميل في القصة دي إن ساندي مش بس صوت، ده مثال لأي حد عنده موهبة وبيحاولها، إن الفرصة ممكن تيجي في لحظة بس لازم تكون جاهز تخطفها. يا ترى ساندي رامي هتكمل بنفس القوة وتواصل للنهاية، ولا المنافسة هتكون أصعب من كده؟ اللي كده إننا قدام صوت مصري جديد يستاهل كل الدعم.